الاستسهال ما بقاش فيه اسهل منه. فيلم عصابة عظيمة. الفيلم بيتكلم عن عظيمة اللي عملت حادثة زمان فقدت حاسة البصر، وفي الوقت الحالي بيحصل حدث يخليها تضطر تكون عصابة. العمل ده المفروض انه كوميدي، ولكن في فرق كبير بين الكوميديا والاستخفاف، سواء استخفاف الدم او الاستخفاف في عقل المشاهد. كان في كمية افيهات ملهاش اي داعي ولا حتى ابتسمت فيها، ولكن حقيقي اللي كان بيبذل مجهود فعلا علشان يطلع افيه حلو هو الفنان محمد محمود. وساعات الدويتو بتاعه هو وكريم عفيفي بيطلع منه مشاهد كوميدية كويسة، ولكن كان ازمة الفيلم غير الكوميديا هو الاوفر في كل حاجة، من اوفر في القدرات الخاصة للشخص المكفوف وكأنه جون ويك، واوفر في المشاعر اللي بنشوفها على الشاشة، سواء مشاعر ايجابية او مشاعر سلبية، وبنتخطى وننط في مراحل المشاعر دي، فبنلاقي مشاعر بتظهر قدامنا فجأة على الشاشة بدون اي مبررات وبدون بناء درامي لوجود المشاعر دي. ويا جماعة رنا رئيس مش لايق عليها دور البنت الشعبية نهائي. وتقييمي للفيلم هو 3.5 من 10، واعمل لايك ومتابعة علشان تشوف كل الفيديوهات الجاية.